السلام عليكم. النهاردة هنعمل معاكم الكرومب. اول حاجة انا بقطع الكرومبة وبجيب العروق بتاعتها والورق بتاعها من بره وبغسله تحت المية الدافية. هي الورق اللي في البداية بس هو اللي بغسله تحت المية الدافية، وبعدين بسويه مدة دقيقتين 3 دقايق بالكتير في شوربة فيها مية مغلية وشوية كمون، وطبعا شوية كمون وشوية ملح. وبعد كده بقطع بعد كده بكمل قبل ما اقطع الكرومبة كده. بروح جايباها كلها بعد ما اكون واخده الورق اللي من بره وغسلته. مش ضروري بعد كده بقيه الورق ان انا اغسله تحت الميه الجاريه، لا، الكرومبة ذاتها بعد كده بروح مسويها على طول عادي جوه الميه الميه بالكمون وشويه الملح. بس كده الكرومبة بتاعتي بعد ما بتتسوى ببتدي اقطعها. بقطع العرق بتاعها اللي هو العرق، بقلبها على جنب كده، وبروح قطع العرق بتاعها بالمنظر ده. بروح قطع العرق بتاعها بالمنظر ده و وبعد ما بقطع العرق بتاعها بروح عاملاها زي الزجزاج بالمنظر ده، وبقطع وبقطع الجزء اللي من تحت لو كانت طويلة شوية، علشان الخضرة اللي انا بقطعها دي بروح حطاها في يعني قعر الحلة، او ان انا بغطي بيها ورق الكرومب ذاته. ماشي. وبكمل تقطيع ورق الكرومب بتاعي، عروق ورق الكرومب بتاعتي كما هي. وبعد ما بقطعها بعملها زجزاج، وبروح قطعاها من تحت، وبروح قطعها من تحت. هتشوفوا العملية بتتكرر معايا قدام كذا مرة. هنا بعملها زجزاج زي ما انتوا شايفين، وبقطع عروق الكرومبة من تحت بس كده. ابتدي انا كده بجري الفيديو علشان نخلص مع بعض بسرعة. وبرضو بكمل على بقية الورق ان انا بقطع العرق الكبير اللي بيبقى من النص، وبعدين بمسك الورقة بزجزجها وبقطع الجزء اللي من تحت بس كده. بزجزج الورقة زي ما انتوا شايفين، بزجزج الورقة وبروح قطع الجزء اللي من تحت. بكمل برضو بقطع الورقة اللي هي العرق اللي في النص. بقطع العرق اللي في النص، وبعدين بروح عاملة برضو الورقة زي ما قلت بتكون متطبقة عندي، بروح عاملاها زجزاج علشان اقطع الجزء اللي في الاخر. بقطع الجزء اللي في الاخر بعد ما بخلص الورق بتاعي. ببتدي اروح حطاه عندي على بروح حطاه عندي في الصينية بتاعتي بس. فليكن كده.
طبعا بعد ما بسوي الورق على طول من بخرجه من التسوية من الشوربة أمه كمون وملح، بكون محضرة عندي المصفى بتاعتي، وبنشر عليه الورق بالمنظر ده علشان يهدى شوية، لان وقت التقطيع انا بقطع الورق وهو بارد الى حد ما، مش بقطعه وهو ساخن علشان ما عشان ما يروحش يعني ما يتقطعش مني في ايديا وانا قاعدة اقطع الورق كده. وبعد ما بخلص بعد ما بخلص تقطيع العروق منه بشيل الجزء اللي من تحت كله، بروح حطاه بالمنظر ده، وبروح حطاه في صينية على جنب او على الطبق بتاعي على جنب. هتلاقيني بكرر العملية ان انا بقطع عروق الورق عروق ورق الكرنب، وبروح عاملاه زجزاج بس كده. وبروح عاملاه زجزاج وبقطعه من الجزء اللي تحت بس كده. وبروح عاملة كده. بروح بعد كده اروح مقطعة الورق انصاص، بروح مقطعاه انصاص او ارباع علشان اعرف الفه بعد كده. انصاص او ارباع علشان اعرف الفه بعد كده. ببتدي اجيب بقى مكونات الرز بتاعي اللي هي كانت في الصورة قصادكم واضحة. بصلة مبشورة وكوبايتين ل3 كوبايات رز، وبعدين بحط السمنة بتاعتي مع شوية الزيت، وبروح حاطة فوقيها البصلة، وبستنى البصل بتاعي اما يقدح الى حد ما ويدبل جوه الحلة بتاعتي، وبفضل اقلب بالمنظر ده. بسيب البصلة لغاية ما تدبل بشكل جيد معايا. بعد ما بتدبل البصلة بروح حاطة عليها بفضل اقلب في البصل واسيبه لغاية ما بيدبل معايا شوية بشوية. بفضل اقلب البصلة بالمنظر ده، وبعدين بستنى لغاية ما توصل لحالة الدبلان، وبعدين بحط فوقيها الخضرة بتاعتي، الشبت والكزبرة اللي موجودين عندي. لا شبت، كزبرة، جرجير، الخضرة الموجودة عندك بتحطيها ايا يكن عندك، شبت، كزبرة، جرجير، وتروحي حطاها على البصلة بتاعتك. قبل كده انا قلت ان احنا ننزل بالاول بالخضرة على البصلة، وبعد كده هننزل. بستنى شوية التقلية اما تتقلى، وبعدين كل ما استنى التقلية بتاعتي ما تتقلى شوية اللي هي الخضرة مع البصل، هنزل بعدين بنكمل قدام. طبعا معايا دلوقتي انا بستنى تقلية الخضرة مع البصل
بتاعي. البصل قبليها بيكون دبلان شوية، انا ببقى حريصة ان البصل بتاعي ما يوصلش لدرجة قدح يعني كبيرة قوي. لا، لازم يعني استنى ان هو يدبل معايا دبلان شوية. بقدح زي ما انتوا شايفين، بنستنى لغاية القدح بتاع الخضار مع البصلة تكمل. وبعدين الخطوة اللي بعدها بنزل الطماطم، عصير الطماطم بتاعي اللي انا بكون حطاه في التلاجة بتاعتي لو انا مخزنة عصير طماطم عندي. وبنزل بعصير الطماطم بتاعي فوق الخضار مع البصل المقدوح بتاعي، وبفضل اقلب فيه لغاية يعني بما انها لسه طالعة من التلاجة، فهي هتقعد مدة يعني شوية عقبال ما تسيح مع الخضرة المقدوحة مع البصل بس. وبستنى شوية، يعني بفضل بالمنظر ده مستنية شوية لغاية ما الدنيا تبتدي تسيح معايا، تبتدي تتداخل مع بعضها، كل حاجة تبتدي تتداخل مع بعضها بس. وبروح مكملة القدح بتاعي زي ما انتوا شايفين. بستنى لغاية ما كل شيء بيتدخل مع بعضه، بيكمل مع بعضه. وبكمل عملية التسبيك بتاعتي اما بتكمل الخضرة مع الطماطم مع البصل، كل شيء يبقى اسيبه يهدى على النار ويتسبك تسبيكة يعني خفيفة شوية، مش التسبيك التقيل قوي بتاع العمل الخضار. وبسيبها على النار شوية. انا هنا زودت برضو شوية الطماطم بتاعتي علشان اكتر شوية التسبيكة بتاعتي الى حد ما تبقاش قليلة قوي. وببتدي هسيبها على النار الى حد ما برضو بشكل جيد. بعد ما بتتسبك ببتدي ابهرها بالملح والفلفل الاسود وشوية لو عندك زنجبيل وجوز الطيب الى حد بتحطيها حطة بسيطة، وبتروحي مقلبة الدنيا في بعضها علشان برضو تشرب الحاجة بتاعتها. وبقلب الملح مع الفلفل الاسود. وبكمل معاها شوية البهار، مش مشكلة لو انتي هتحطي بهار. على العموم المسألة بتاعت التبهير ليكي في نهاية المطاف. زي ما قلت بقعد اقلب البهار في بعضه عقبال ما بيدخل جوه التسبيكة بتاعتي.
طبعا ببقى حريصة ان التسبيكة بتاعتي ما تتحرقش على النار. في الخطوة الأخيرة بنزل بالرز فوق التسبيكة بتاعتي وأقلبه، وبحط شوية نعناع على الرز بتاعي، وبنزل كمان بشوية خضار بقى اللي هو الشبت والكزبرة والجرجير، بنزل بقيه فوق الرز بتاعي وأقلبه مع بعض، وابتدي بعد كده ألف الورق الكرنب بتاعي زي ما هو موضح في الصورة. أنا بحط شوية رز وبلفه لفة عادية، وبعدين بعصره بإيدي عصرة إلى حد ما في الحلة بتاعته، بروح حطاه جوه الحلة، وبعدين بروح حاطة فوقيه الزبدة، رش فوقيه شوية زبدة حلوين علشان ياخد الطعم، وبروح بقى مقفلاه بالورق اللي انا كنت سايباه في الاخر، اللي انا كنت عماله اقص فيه في الاول من تحت، وبروح مغطياه، وبعد كده بيطلع لي احلى طبق كرنب. وبكمل طبق الكرنب جنب البانيه بتاعي اللي انا كنت عاملاه في اليوم ده، وبيطلع لي احلى اكله باذن الله. حكايتنا اليوم هتبقى عن الخضار وبالذات الجرجير. ترك المصريون القدماء الكثير من النقوش التي تظهر حدائق الخضروات في المعابد المصرية القديمة. ويقول الخبير الزراعي والأثري ويليام نظير في كتابه الثروة النباتية عند القدماء المصريين إن حدائق الخضر يمكن أن تشاهدها في قبر مروكة بسقارة، وكذلك في نقوش قبر البرشا من عصر الدولة الوسطى، حيث نرى العمال يروون أصناف الخضروات بالماء. وقد عرف الجرجير منذ أقدم العصور، وقد تم ذكره في الوصفات الطبية أيضا. يباع الجرجير كثيرا في الصيف، وهو أكثر رواجا منه في الشتاء، والذي تكون في كل أصناف الخضروات من خس وفجل وبصل وغيرها متواجدة خلال فصل الصيف. كما إنه لا تخلو أي مائدة مصرية من الجرجير، سواء في السلطة أو طبق الفول. الجرجير تمت زراعته في مصر منذ أقدم العصور، وعرفت مصر بزراعة الخضروات منذ العهد الفرعوني، ومنها خضروات الجرجير والفجل والكرات والخس والبصل وغيرها.